العلاقات جزء من حياتنا لكنها مش دايما بتستمر. قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النهاردة هنتكلم عن الناس فترات، وإزاي نتعمق في علاقاتنا من غير ما نتأذي. الحياة مراحل، والآية في القرآن الكريم بتقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. كل فترة في حياتنا فيها ناس مختلفين، زي صديق الطفولة أو زميل الجامعة أو شريك العمل. كل واحد بيدخل يسيب أثر أو رسالة وبعدين يكمل طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وده معناه اننا لازم نتعلم من التجارب وما نديش قلوبنا بسهولة لأي حد. ما تتغرش في حلاوة البدايات، واعرف ان التعمق السريع في العلاقات من غير معرفة ممكن يوجعك اكتر ما يسعدك. العلاقات في الحقيقة رزق، لكن لازم نكون حكماء وعندنا القدر الكافي من الذكاء الاجتماعي. يعني خليك واعي وانت بتختار مين ممكن تقرب له، لان القرب ده مش مجرد عشرة. القرب ده له تأثير على نفسك ودينك وحياتك. الحياة زي قطر وله محطات، كل محطة فيها ركاب يركبوا معانا شوية وبعدين ينزلوا. في صديق المدرسة اللي شاركك أسرارك وبعدين اختفى مع بداية الجامعة. في زميل الشغل اللي كنت معاه كل يوم وليكوا ذكريات كتير مع بعض، وممكن كنت تقول ما أقدرش أعيش من غيره، وبعدين سافر وانقطعت الأخبار عنه. كل شخص بيدخل حياتك له مدة، فترة، وليه رسالة معينة بيسيبها جواك. المشكلة إننا ساعات بنغلط ونتعمق في علاقاتنا بسرعة مع ناس لسه ما نعرفهمش كفاية. بنفتح قلوبنا ونحكي أسرارنا وندي ثقة كاملة، وبعدين نفاجأ إن العلاقة انتهت أسرع مما بدأت، والنتيجة بتكون ألم وإحباط وإحساس إننا اتخدعنا. في 3 علامات أساسية تقول لك إن الشخص ده يستحق التعمق في العلاقة معاه، ولا لازم تكون العلاقة بتاعته سطحية. رقم 1: الاستمرارية. هل الشخص ده بيبان معاك وقت المصلحة بس، ولا موجود طول الوقت في الحلوة والمرة؟ رقم 2 وهو الصدق. هل هو صادق معاك فعلا في كلامه وأفعاله ولا لا؟ رقم 3: التقدير. هل الشخص ده بيقدر فعلا وجودك، ولا بيعتبرك مجرد خيار وقت الفراغ؟ في النهاية افتكر إن الناس في حياتنا فترات، ربنا بيكتب لك لقاءات عشان تتعلم منها وتكبر بيها، ويمكن يبعد عنك أشخاص رحمة بيك، فما تزعلش ولا تلوم نفسك. وافتكر دايما الآية في القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعاوزك تفتكر إن مش كل الناس مكتوب ليهم إنهم يكملوا معاك للنهاية. في ناس رسالتهم إنهم يعلموك درس، وفي ناس يسندوك في وقت معين، وفي ناس يفتحوا ليك باب جديد. خليك حكيم وخلي كل علاقة تسيب خير في حياتك قبل ما تمشي، وانت كمان خليك صاحب أثر طيب في حياة الناس. ودلوقتي عاوز أسألك: إيه أكتر علاقة في حياتك أثرت فيك رغم إنها كانت فترة قصيرة؟